السلام عليكم. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد على قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البسكوت الساده باسهل طريقه باذن الله. حابين نضيف له نكهات. هنضيف متاح يعني بمكونات اقتصاديه جدا وموجوده في البيت وموفره جدا. يعني ربع كيلو دقيق عامل لي كميه كبيره جدا من البسكوت. تمام، حوالي 50 بسكوته واكتر كمان. اول حاجه هندخل على المقادير. بسم الله. عندي كوبايتين دقيق، الكوبايه دي اللي انا بستخدمها. نحاول نوحد الكوبايات. ممكن استخدم مج عادي مفيش مشكله. اهم حاجه مجين قدامهم المكونات التانية بتبقى بنفس المعيار. البوله دي فيها كوبايتين دقيق، والدقيق عليه ذره ملح، ده الطبيعي. عندي هنا نص كوبايه سكر بودر، نص كوبايه زيت على سمنة. ممكن احط زيت بس، ممكن سمنة بس، ممكن زبدة، كله شغال. عندي بيضتين صغيرين او بيضة كبيرة، بيض ده صغير جدا. كيسين فانيليا طبعا عشان البيض، وكيس بيكنج باودر. يلا هنسمي الله وهنبدأ نشتغل. اول حاجة عندي المضرب الكهرباء، هنزل فيه بالسمنة. هي دي عبارة عن ربع كوباية زيت عليها معلقة سمنة كويسة، معلقة سمنة كويسة كده، معلقة كبيرة. هضربه كله مع بعضه كويس الاول عشان السمنه تفك. ممكن قلت استخدم زبده، مفيش مشكله. هنزل طبعا بالسكر عشان السكر انا عايزاه يتجانس كويس ويدوب خالص في السمنه، في الماده الدهنيه يعني. فانا ببدا بيه قبل ما احط اي سوائل تانية. هضرب بقى كويس بايديا عشان انا عايزه كل حاجة تتجانس مع بعضها، يبقى كريمي شوية، يعمل لي عجينة كريمي شوية، شبه سايلة كده، عاملة زي عجينة الكيك. تمام، عشان اتأكد ان السكر كله داب معايا. هضرب حوالي 10 دقايق. بعد ال10 دقايق هوقف وهبدأ ان انا اضيف البيض. يعني الخطوة اللي بعد كده البيض. انا قلت البيض ده صغير، ممكن اشيل البيضتين واحط بيضة كبيرة. وطبعا البيض بيكون معاه فانيليا. هبدأ اضيف بقى كيسين الفانيليا. لو عندي فانيليا سايلة يبقى نص معلقة صغيرة فانيليا، نص معلقة، ربع معلقة، سوري، ربع معلقة صغيرة فانيليا. تاني كيس بس خلاص. وهرجع اضرب تاني لحد ما البيض يختفي تماما، واحس ان الخليط نفش كده معايا. هنا اهو القوام كريمي جدا وحلو جدا. هجيب بقى الدقيق، وطبيعي ان الدقيق لازم بنحط عليه البيكنج باودر. يعني ما بحطش البيكنج باودر بعد البيض، لا بحطه على الدقيق عادي، وهقلبه. المعيار ده كوبايتين بس. هنزل بقى بنص الكمية الاول، وهقلب بالمعلقة الخشب او المضرب اللي متاح عندي اقدر اقلب بيه. اقلب تمام. طبعا العجينة لسه سايلة، انا نزلت بالنص بس، وهكمل الباقي. وبقى ايه، انا مش عايزة اعجن فيها كتير، بس عايزة الدقيق يختفي. فهنستجمع بقى كل قوانا كده ونعجن كويس بالمعلقة. حابين طبعا نشيل المعلقة ونستخدم ايدينا، مفيش اي مشكلة، كل حاجة متاحة ان شاء الله. اهم حاجة العجينة تكون متماسكة معايا، ما تفرولش خالص. اهي العجينة كلها قطعة واحدة. هحطها بقى في التلاجة 5 دقايق.
هجيب هنا الصواني وهدهنها زيت، لازم طبعا ندهنها زيت. هجيب بقى قطعة من العجينة، انا العجينة قسمتها على 3 قطع، وكيس نايلون، وهبدأ ان انا افردها بالنشابة. هظبطها معايا تتفرد سنتي، حوالي سنتي بالظبط. خلي بالنا مفيش حتة عالية مفيش حتة واطية، كلها تبقى مظبوطة بالشكل ده كده. هجيب بقى اي قطاعة، انا استخدمت غطا برطمان عندي، وهبدأ ان انا اقطع دواير. دواير هي لا كبيرة ولا صغيرة. ممكن في قطعات بسكوت بتبقى على شكل قلب ووردة ونجمة، ممكن تجيبوها، بس انا حابة الدواير يعني، بيبقى اقرب لشكل البسكوت اللي احنا جايبينه من بره عشان الاطفال. ونخلي بالنا نحاول ما نفردش على الرخامة، لان مش هنقدر ان احنا نشيل البسكوت من على الرخامة. موضوع الكيس ده يعني موضوع حلو جدا. ما عنديش كيس، لو عندي ورق زبدة عندي استخدم يعني اللي متاح عندي بستخدمه. وهرص هنا بقى البواقي، هلمها على بعضها بالشكل ده كده، واكورها تاني. وخلاص عندي بقى الشوكولاتة اللي انا هستخدمها. في شوكولاتة بيضة وشوكولاتة بني، ببشرها او بقى اكسرها قطع صغيرة. هجيب بقى كيس نايلون، كيس عادي خالص من بتاع التلاجة، وهحط الشوكولاتة فيه. دي انضف طريقة وافضل طريقة يعني. حط الشوكولاتة البيضة في كيس، والبني عندي هتبقى في كيس تاني. حابين نستخدم شوكولاتة بس بيضة بس مفيش مشكلة، بني بس مفيش اي مشكلة. تمام. هنجيب بقى الزيت، وهنحط هنا معلقة صغيرة زيت، وهنا معلقة صغيرة زيت. الزيت بيخلي قوام الشوكولاتة حلوة وبتلمع. هظبط بقى الكيس كده واخرج الهوا منه، واحاول اقلب الزيت مع الشوكولاتة كويس. بالشكل ده كده. نيجي بقى نجيب بولة فيها مية سخنة، مية سخنة مش مغلية، واحط الكياس فيها. هنا البسكوت بعد ما طلع معايا هزينه بقى بأي شكل، اعمل اي زجزاج عليه من بره، 2 والزقهم في بعض، كله ماشي مفيش اي مشكلة. اللي حابة اعمله اشتغل بيه. هنا خلاص انا خلصت الكمية كلها، كمية كبيرة جدا. رصيتها في الصينية، مش كمية صغيرة خالص. عندي اهو انا لزقت 2 بعض بالشوكولاتة البيضة، شوفوا من جوه عاملة ازاي وجميلة ومقرمشة ولونها حلو جدا اهي، وطعمها تحفة. رصيتها بقى في علب تلاجة. طبعا جميلة جدا وينفع نعمل كمية. هنا انا عندي الشوكولاتة بعد ما ساحت، بقص حاجة صغنطوطة خالص من اول الكيس كده، الطرف بتاع الكيس بس، عشان اقدر ان انا استخدمها بسهولة. هجيب بقى البسكوتاية من ظهرها، وهحط عليها كمية كده مش كتيرة قوي، وهجيب بسكوتاية تانية واضغط عليها شوية، الزقهم الاتنين في بعض. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ممكن بعد ما اعمل الحركة دي احطها في شوكولاتة بني كلها على بعضها، بتبقى زي بسكوت
بوريو اللي احنا بنجيبه من بره عادي اهي. وهكمل بقى باقي الكمية بالشكل ده او بالشكل اللي انا حباه. ممكن نرسم عليها من بره، ممكن نعمل حروف للاطفال بتبقى جميلة جدا. وبلزق الاتنين في بعض اهو زي ما بعمل البيتيفور بالظبط. هنا انا حاولت اعمل عليها اي اشكال كده من بره، يعني عشان اللي حابب الشوكولاتة البيضة لوحدها واللي حابب البني لوحدها. هنا بقى اهي في الصينية رصيتها كمية محترمة، انا رصة كتير قوي فوق بعضه. من جوه طبعا جميلة جدا وهشة ومقرمشة، ما يفرقش حاجة عن البسكوت بتاع بره، بل طعمه احلى بكتير قوي. جربوا الطريقة بتاعتي وان شاء الله هتعجبكم جدا. رصوها بقى في علب تلاجة تبقى للاطفال.